كابتن طارق أنه رضوان طارق أنه موعد العاشر من شهر فبراير سيتم الإعلان فيه في مدينة أو في بلد القاهرة بلد مصر عن هوية المحتضن. حظوظ الجزائر لاحتضان هذا الحدث تدرك الكواليس، تدرك أهمية وجود بنى تحتية، وتدرك أيضا لعبة الكواليس التي تدار في أروقة الكاف. أقولها بكل صراحة حتى الكلام المعسول اللي أتى على لسان رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موتسيبي أو حتى يعني الأعضاء المرافقين له ليس بالضرورة يعني أنه الأمور راح تحسم لصالح الجزائر. وحتى كما تفضل وقال الإعلامي يعني رضوان من مصر أنه الجزائر عندها بنية تحتية وأنه التنافس راح يكون كبير وعندها يعني حظوظ كبيرة. صحيح عندنا حظوظ كبير، لكن القارة السمراء عندها خصوصيتها ومازال سلوكيات وتصرفات يعني اللي نعرفوها منذ القدم ما زالت هي تسيطر. عمل الكواليس هو اللي راح يعني يلعب دور كبير. الشيء الإيجابي أنه اليوم لما احنا قدمنا ملف الترشح تاعنا يعني قدمناه بدون خجل يعني بلا حشمه مقارنه بالسنوات الماضيه وين كنا يعني تكون كان هذيك التردد هذا قال راح نحط. لا اليوم كما يقول لك نحط انا الملف تاعي وراسي مرفوع ونخرج صدري لاني عندي على بالي ثايق في نفسي وعندي الامكانيات وعندي المنشات وعندي كل وسائل اللي تخليني ننظم وننجح في اي تظاهره دوليه تظنها بلدي. الشيء اللي لازم نقوله بكل صراحه انه عمل كواليس راح يلعب دور كبير. ولهذا نعاود نولي انا التصريح ايضا للاعلامي الجزائري حفيظ دراجي في مناسبتين ويقول ان الامور محسومه لصالح المغرب. درك هل عنده معطيات؟ هو قال عندي قراءة عندي قراءة هي كما يقولوا احنا بين قوسين يعني جور دو بريسيون يعني الضغط اللي باش يخلي يكون هناك يعني تاثير او باش الامور ما تكونش محسومه. هو كان المفروض انه القرار يتهز 13 جونفي في الرباط في اجتماع المكتب التنفيذي على هامش بطوله قرعه كاس العالم، لكن تاجل الامر وهذا هو واش كنت نقول انا دور الاعلاميين الكبار تاعنا لانه صار ضغط من جهه ما من جهه اعلاميه ما. بعد ما تحدث حفيظ دراجي تحدثوا الناس اللي كانوا عندهم تاثير تحول الاجتماع تحول الفصل للقاهره يوم 10 فبراير. وانا اتفق تماما مع الاخ المصري فيما يخص الملف تاع نيجيريا والبنين لان الكواليس تقول ان ما خلوهم اللي يخص الكواليس تاع لاكاف. وحنا عندنا تجربه على تنظيم كاس افريقيا تاع 2017 وين كنا احنا احسن بكثير من الغابون اللي كان عندها ملعب واحد فريد. لكن التدخل تاع شركات الرعايه الكبرى اللي ترعى المنافسه هذه كان حاسم لصالح الغابون. اصلا انا تقريبا حضرت قداش ندوره تاع كاس افريقيا الا جنوب افريقيا اللي كان عندها منشات وعندها ملاعب كبيره. انا نقدر نقولوا اننا في نفس المستوى مع جنوب افريقيا او متقاربين. عدا جنوب افريقيا اللي كان عندها بني. تفضل. عملت شغله رائعه جدا هي بايجاد المنشات الحديثه وهذا مولى الان كمان للمستقبل. صحيح. يعني اذا ما اخذت المنشات مداها الان راح تاخذ مداها بالمستقبل. واهم من هذا كله هو تهيئه الجيل القادم اللي من لاعبين من اداريين. صحيح. من فنيين للعمل ضمن بيئه صحيه. البيئه الصحيه الشغله الرئيسيه تاعها هي الملاعب وجوده الملاعب. تفوق علينا الغابون في الكواليس في القاهره بحضور وزير الشباب والرياضه التهمي اللي كان حاضر شخصيا وقف على الملف بحضور رئيس الاتحاد وقتها الحاج محمد روراو اللي كان عضو المكتب التنفيذي تاع لاكاف وكان عنده بويسون وكان عنده قوه. الا انه دوله الغابون تفوقت علينا باورانج مجموعه كواليس تضاف الشركات الراعيه. نعود للاعلامي طارق رضوان في سؤال اخير. يحسب للجزائر أنها لم تنظم آخر مسابقة في كأس إفريقيا ما عدا 1990 وللمغرب أنه نظم في عام 2015 وتنازل بسبب فيروس إيبولا. هل هذه المعطيات يمكنها أن تمنح الأفضلية للملف الجزائري على حساب الملف المغربي؟
ممكن توضع في الاعتبار وممكن ما توضعش في الاعتبار. يعني يقول لك كده ما هي ما نظمتش في النهايه، خدت بالك. لكن انا فاكر انه فعلا الجزائر، انا فاكر كويس اول بطوله اللي استضافتها سنه 1990 والمغرب كانت استضافت سنه 88، كان برضه من الحاجات الطريفه. وان كنت انا يعني قلت برايي انه يعني يكون في تواصل ويكون في اتفاق بين المسؤولين اذا كان في الامكان، يعني ده يعني هيريح كل الاطراف يعني. لكن الجزائر كبنيه ممتازه، المغرب كبنيه ممتازه، الاثنين عندهم خبرات في الاستضافه، الاثنين عندهم خبرات في التنظيم، الاثنين ليهم تاريخ كبير جدا في كأس العالم، في بطولات الأمم، في اللاعبين المحترفين في أوروبا، في حاجات كتير جدا. فيعني احنا طبعا في مصر مع أي دولة عربية بتفوز بالاستضافة ونساندها ونقف معاها سواء كان هنا أو هنا، احنا بنتمنى التوفيق للجميع. في كأس افريقيا 2019 وكنا معاكم وساهمنا في إنجاحها في 2019. مطلوب من الإخوة المصريين كإعلاميين ولا كفاعلين في الكاف أنهم يكونوا مع الملف تاع الجزائر. أكيد كان في بعض الاتصالات مع زملاء صحفيين مصريين قدموا أشاد أيضا بقوة الجزائر من حيث التنظيم. نعود نولي لك عراس هرادة، وأنت كنت في المكتب الفيدرالي السابق، تعرف طريقة تنظيم وطريقة سير الكواليس في الاتحاد الإفريقي. ما الذي يتوجب على الاتحاد الجزائري حاليا والأعضاء أن يقوموا به في دهاليز الاتحاد الإفريقي؟ أنا سمحت لي نبيل نجاوبك على السؤال اللي طرحته عليه على 2015 المغرب تخلى على تنظيم كاس افريقيا ودار سبب انه وباء ايبولا، وهي كانت خطه محكمه للاطاحه بالرئيس السابق عيسى حياته. ساهموا في قدوم احمد بتنازلهم على تنظيم كان 2015. واتوقع جدا انه اغلبيه اعضاء المكتب التنفيذي للكاف الحاليين راح يحسبوها لهم مزيه يعني، لانه الكواليس في الكاف لا تدار كما رانا نتخيلوا فيها احنا. والافارقه معروفين انهم يمدوا لك الوعود، ما حتى كانوا هنا حاضرين في الافتتاح تاع الشان ومدوا وعود، لكن من بعدها كاين ايادي واحده اخرى اللي تلعب. وعلى هذه انا نتمنى انه الكان يكون في الجزائر، هذه المره، لانه حلم من 2017 احنا نستناو في الامر هذا. لكن موش نرقدوا نستناو يعطيونا لاكان في الاجتماع القادم تاع المكتب التنفيذي تاع الاتحاد الافريقي.